السلام عليكم أعزائنا ومتابعينا الكرام. اليوم معنا هاتف 7 أكتوبر. المشكلة في الهاتف مجرد تركيب البطارية يشتغل بشكل تلقائي ويظهر إشارة الشحن. طبعا الهاتف جديد لما يفتتح من قبل. طبعا هذه الهواتف هواتف صينية على الطلب. أعزائي المتابعين نلاحظ أن هذه الهواتف طبعا تصمم على حسب طلب التجار، وليست طبعا جودة عالية. نلاحظ الآن ما هي المشكلة أعزائي المتابعين. ماذا نقرر ما هي المشكلة في هذا الهاتف؟ طبعا قبل فتح الهاتف هذه مشكلة شرط أو اتصال في مسار أو قطعة مسببة لشرط أو ممانعة في مسار الشحن. أولا سأفتح الهاتف. الآن بعد أن فتحت الهاتف نخرج الخريطة من الهاتف بهذه الطريقة، ونلاحظ أعزائي المتابعين أولا القطع غير ظاهرة بشكل كامل. لازم أن نرفع هذه الحماية المعدنية ونتأكد من القطع، ولازم طبعا عندنا ممانعة أو مسارات، لازم أن نقيس الممانعة على هذه المسارات وستحتل المشكلة إن شاء الله. أولا سأفتح أنا الحماية المعدنية وبعد ذلك سنتابع المسارات. الآن بعد أن فتحت الحماية المعدنية واتضح لي القطع على الخريطة، طبعا لا يوجد قطعة محترقة أو تالفة بشكل واضح كما نلاحظ الآن، ولكن سنتابع ما هي المشكلة. أولا سنجرب. نلاحظ مجرد توصيل البطارية يشتغل الهاتف، مجرد توصيل البطارية. طبعا هذه تعتبر حالة نفسية تحدث في معظم الهواتف. يشتغل الهاتف بشكل تلقائي ويشحن بشكل تلقائي بدون توصيل الشاحن، وهذه تحدث بسبب قطعة مسببة لشرط أو ممانعة أو موصلة بين مسارين فتسبب هذه المشكلة. طبعا أعزائي المتابعين لا يوجد سخونة كما نلاحظ، ولكن سوف نفحص هذه القطع باستخدام جهاز الأفومتر على وضع الصوت. طبعا عندنا مسفت أو ترانزستور صغير، لازم أن نقوم بفحص هذا الترانزستور، وكذلك المكثفات سنفحصها باستخدام جهاز الأفومتر على وضع الصفارة وبشكل سريع. طبعا عندي هذا المكثف يعطيني صوت من الاتجاهين أو من الطرفين كما نلاحظ. سنتأكد من بقية المكثفات. وهذا هو المكثف الثاني الذي يعطينا صوت من الاتجاهين، هذا يدل على وجود شرط أو اتصال بين المسار. إذن أعزائي المتابعين، قبل أن نحكم على هذه المكثفات بأنها تالفة لازم أن نتأكد، وسنستخدم طبعا مادة التبخير على القطع. طبعا هذه المادة أعزائي المتابعين هي التي ستكشف لنا القطعة المسببة لهذا الشرط والقطعة التي تسخن بشكل أكثر. الآن بعد أن أضفنا هذه المادة على هذه القطع سنوصل فولت
من جهاز الباور سبلاي 3.7 فولت الذي هو فولت البطارية على كونكتر البطارية، وسنلاحظ القطعة التي سوف تتبخر منها هذه المادة في البداية أو في الأول هي القطعة المسببة لهذا الشرط. الآن سأوصل كما نلاحظ. إذا أعزائي المتابعين مشكلة في هذا الاي سي، طبعا المادة تتبخر من الاي سي، هذه مشكلة في الاي سي نفسه، في أحد مكونات الاي سي. طبعا الاي سي يتكون من عدد من القطع، ولازم أن نغير أداء الاي سي وسيشتغل الهاتف إن شاء الله بشكل طبيعي. طبعا أعزائي المتابعين لازم أن نغير هذه القطعة وسيشتغل الهاتف بشكل طبيعي، لأن القطعة هي المسببة للشرط. حتى أنني الآن عندما أجرب وأنتظر لوقت قليل ما يقارب نصف دقيقة تظهر معي سخونة أسفل هذه القطعة من الجهة الأخرى للخريطة، وعند تغيير هذه القطعة سيشتغل الهاتف بشكل طبيعي. الآن أنا أجرب مرة أخرى. أنا إلى الآن لم أغير القطعة. نلاحظ أعزائي المتابعين الآن إذا انتظرت لوقت قليل تظهر معي سخونة في هذه المنطقة. إذن هذه القطعة هي المسببة للشرط، وهي سبب إعادة التشغيل والشحن أعزائي المتابعين. طبعا الاي سي يتكون من عدد من القطع مدمجة مع بعضها البعض، وكذلك عندما تتلف من هذه القطع قطعة تسبب وصل للمسارات فتظهر هذه المشكلة. هذه المشكلة تظهر في عدد من الهواتف، حتى الهواتف اللمس أو الهواتف الحديثة تظهر فيها هذه المشكلة في بعض الأحيان. طبعا أعزائي المتابعين سنبحث عن اي سي بنفس هذا الاي سي لهذا الهاتف ونغير الاي سي. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، وحبيت أن أشارك معكم هذه المعلومات طريقة معرفة مكان المشكلة. فلا تنسون من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ودمتم في رعاية الله.